الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. يقول ربنا الكريم المنان وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. من عجائب صنع الله تبارك وتعالى العالمين هذه النعم التي تقابل بالكفر المبين. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما أحد أصبر على آذى سمعه من الله. ليس هناك من هو أصبر على الأذى من الله عز وجل. وهذا الحديث فيه معنى لطيف أشار إليه أئمة الدين وعلماء المسلمين قديما. وهذا المعنى اللطيف هو أن المؤمن صبره على الأذى روح من الله ونفحة من الله وفضل من الله. فالله عز وجل يخلق ويرزق ويعطي
ويتفضل ويظهر في الأرض مع هذا من يدعي له الولد، ويظهر في الأرض مع هذا من يكفر به الكفر العظيم، ويظهر في الأرض مع هذا من ينكر نعمه سبحانه. أجل ليس أحد أصبر على ألم سمعه من الله. ألست ترى أيها العاقل أن الولد يعطى وإن كثيرا من الناس ليكفر نعمة الله؟ ألست ترى أن الله يعافي الكافر الفاجر البائر الحائر؟ وفي نفس الحال ترى المؤمن. وها هنا شيء عجيب، وهذه من عجائب صنع الله العظيم في خلقه تبارك وتعالى. إن أنك في الوقت الذي ترى العافية على أهل الكفر وترى النعم تطرى عليهم وتتتابع، ترى المؤمن فقيرا مسكينا ذا حاجة لا يجد من يسد حاجته ولا من يسد فقره، وتعجب فتجد الحال من أعجب الحال. نعم في جهة وفضائل وأموال وعافية وقوة وسلطان وجاه وعدد وأتباع، وكفر وإلحاد وعدوان وظلم وفساد في الأرض كبير. وفي جهة تجد الفقر وتجد الحاجة وتجد الضر وتجد المرض وتجد البلاء، وتجد معه الحمد والشكر والذكر والتوبة والاستغفار. عجب والله عجب. الناس من هذا ولو أننا تسوينا مع الكافرين في النعمة، فإن الله تبارك وتعالى جعل في هذه الأمور حكما عجيبة. إن من عباد الله عز وجل من لو أغناه لكفر فاختار له الفقر. ويقول ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإن من عباد الله من لو أبقاره لكفر فاختار له الغنى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإن من عباد الله عز وجل من لو ابتلاه في بدنه لكفر فاختار له البلاء. فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وإن من عباد الله عز وجل من لو عافاه في بدنه لكفر فاختار له البلاء، وإن من عباد الله عز وجل من لو ابتلاه في بدنه لكفر فاختار له العافية. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يدخل الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير، فجلسوا حوله وهو نائم لا يشعر بهم، وجعل يتقلب على حصيره يتقلب، وقد أثر في جنبه الشريف بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. فلما استيقظ انتبه ونظر إلى أصحابه فإذا هم يبكون، وجالس واعتدل في جلسته
ذاك قيصر عظيم الروم ينام على الحرير ويتلفظ بالحرير وينام على الفراش الوثير، وذاك كسرى عظيم الفرس يسمع مثله وينام على الحرير ويتضخر بالحرير وينام على الفراش الوثير، وأنت رسول الله تنام على الحصير. نعم، كل مؤمن يسأل هذا السؤال، وأنت رسول الله تنام على الحصير. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هل تشك؟ وهذا موطن العلم وموطن البلاء، إن المسلم لا يشك. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نحن خيرنا يا ابن الخطاب فاخترنا، ونحن بين لنا الفاني من الباقي فاخترنا الباقي على الفاني. إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. أرأيت القياصرة والأكاثرة والجبابرة والملوك والأغنياء وأصحاب الجاه والسلطان، إنهم يبعثون يوم القيامة على هيئة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. ولأجل هذا صبر ربك، صبر حتى يكفي اليوم الذي يكون شعاره متى خرج العبيد والملوك والأغنياء والفقراء والسادة وأهل الضعف والرجال والنساء والأقوياء والضعفاء، متى خرجوا من قبورهم أمر الله عز وجل مناديا ينادي يقول الله لكم اليوم أنا الملك، أين الملوك؟ أنا الجبار، أين الجبابرة؟ فماذا يبقى؟ ولأجل هذا صبر ربك. إن الذي يستشعر نعمة الله عليه لابد أن يذكر العبد الصالح والنبي الأواب أيوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. أتدرون هذا الرجل، وأنا أختصر قصته بل أعتصرها اختصارا، هذا الرجل الذي مكث به بلاؤه 18 عاما. كم 18 عاما؟ لله ما أصبر الإنسان إذا صبره ربه الرحمن. هذا النبي الأول لبث به بلاؤه 18 عاما وهو مريض الفراش، حتى عافه القريب والبعيد، وما عاد يدخل عليه أحد إلا ابني عم له كان يغدوان عليه ويروحان. فقال أحدهما للآخر قد علمت والله يا أخي أن هذا الرجل قد أذنب ذنبا عظيما. قال وما ذلك؟ قال ما زال به بلاؤه 18 عاما ولم يشفه الله عز وجل مما يجد ولم يعافه. فلما أتياه
لم يصبر أحدهما أن ذكر له ولا الكلام، وقال إني قلت أو قال ابن عمي كذا، فقال يا أخي إني لا أدري ما تقول، لا أدري. وفي هذه الكلمة معنى عجيب أيضا، وهذا المعنى إني لا أدري ما تقول فلعلي أذنبت ذنبا وأنا لا أدري، أو إني لا أدري ما تقول فإني ما زلت في طاعة ربي إلى هذه الساعة، فيكون كلامك من قبيل التنكل والتهجم الذي لا معنى له، والمعنى أو الكلمة تحتمل. قال إلا أنني ما مررت برجلين يختصمان. إذا كان هذا الذنب ردوه في الذنوب. إلا أنني ما مررت برجلين يختصمان إلا تصدقت عنهما مخافة أن يعذبهما الله عز وجل. إذا كان هذا يعذبهما فهو ذنب. وللقصة بقية عملية أذكرها بعد، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. اللهم لك الحمد وأنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ذكر وأجود من سئل وأوسع من أعطى وأرأف من ملك. أنت الملك لا شريك لك، والفضل الذي لا ضد لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حبيب، حتى دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت، والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين وجامعهم ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أن يصل الرجل من الورع والتقوى أنه يتصدق على الناس وهم غائبون لا يشعرون به مخافة أن يعذبهم الله. تلك وعمر منزلة هي المنزلة التي تدل عليها التقوى. والمسلم فيه ثلاثة أخلاق لا يجاريه فيها أحد. الخلق الأول خلقه بالخير، والخلق الثاني مسارعته فيه، والخلق الثالث استغناؤه عن المدح. ومن اجتمعت فيه هذه الخصال نال من الفضل والنعمة والطرق ما ذكره ربنا عز وجل عن عبيده في القرآن، وما بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء في جنود الرحمن هم لا يجاورون بشرا ولا ملكا إنما يجاورون ربهم عز وجل. لما ذكر الله عز وجل أهل الإيمان قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. حبك الخير دليل على إيمانك، ومسارعتك فيه دليل على إيمانك، وإعراضك عن المدح دليل على إيمانك. وقد تمدح في الدنيا تمدح وأنت لا تحب ذلك، ولكن تسمع الكلمة فتقع منك موقع الاستحسان، والرجل يعمل العمل الصالح فيذكر به
وشرع به في الدنيا أنه من أهل الخيرات. المسارعة يا إخوتي، يا آبائي، يا أمهاتي، يا أخواتي، منذ ساعة أو ساعتين كان شيخ كبير قد ابيض شعره وجاوز من العمر 60 حدثني حديثا يحزن القلب ويبكي العين حقا. قال: والله إني لأرى الفتى من هؤلاء لحيته جميلة وثوبه نظيف ودينه واسع، فيقع من نفسي بمنزله فيقع من نفسي بمنزله فأراه، والإعجاب والإكبار يملأ نفسي منه. قال: ثم يمر بي ولا يلقي علي السلام، وتنكسر النفس بسبب أن المسلم غافل، وأنه ذهل عن قول نبيه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. لما يصنع المسلم بنفسه وبالناس هذا؟ قد ذكرت لكم بما ذكرت أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: إن من إجلال الله عز وجل الذي يريد أن يجلل الله ويعظمه، وهذا من الإجلال لله العظيم تبارك وتعالى. إن من إجلال الله عز وجل إكرام ذي الشيبة المسلم، فلما هان الله عليك هان عليك ذو الشيبة المسلم. نعم، وهذا لأن الله تبارك وتعالى من أراد سدادا بمحبته، ومن أراد أضله وأبعده بقدرته وعلمه وإرادته، والناس هكذا. حدثني بعض من أثق به من الرجال أن شيخا كبيرا مات منذ أيام قليلة، كان قد جاوز 50 وقارب 60، ومعروف عنه أنه يفعل الخيرات وعنده مسجد يبنى. قال: فكان موعدنا معه لأجل أننا نشتري للمسجد ما يحتاجه من الإسمنت والحديد والرمل، فأتيته في بيته وطرقت عليه الباب، فلما طرقت عليه الباب وخرج إلي إذا وهو شاهد، فقلت: ما لك؟ قال: فاعل قليلا. مما تشكو؟ كان يشكي قلبه. قال: قلت: إذا دعنا من السفر اليوم واتركه إلى يوم آخر واسترح. قال: لا والله لن نخلع عملا نريد أن نقدمه إليك، بل نقدمه لأنفسنا، هذا بيت الله. قال: وذهب معنا وهو لا يستطيع السياقة، فساق ابن أخيه السيارة وذهبنا، وجاء بما يحتاجه المسجد، ثم صلى معنا العصر، ثم دخل بيته ومات. نعم، إنهم كانوا يسارعون بالخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. العبد المؤمن يحب الخير
مصالحه في الناس، بل يقول أنا الشقي، أنا المحروم، أنا المؤمن، سخرني الله عز وجل لصنع المعروف، والله إني لا أستحق هذا، بل لا أستحق عشرا. هكذا كان الصالحون، سواء كانوا خلفاء أو أمراء أو عباد، فقدوا معنى الشعور بالفضل إلا فضل الله عز وجل. نعم، إني لا أدري يا ابن العم، لا أدري ما تقول، إلا أنني ما مرت برجل يختصمني إلا تصدقت عنهما مخافة أن يعذبهما الله. مرت الأيام وهجره حتى ابن عمه، والرجل لا يزال طويلا بفراشه. ثم وقع شيء عجيب. قالت له امرأته يا نبي الله إني لا أجد ما أطعمك به. هذه في نفسها ولم تخبره، إلا أنها أخبرته بالحال وسكته وما زال يذكر الله عز وجل. مات أولاده وذهب المال وذهبت العافية وجاءت سنوات البلاء ثقيلة ثقيلة. فخرجت المرأة يوما وهي لا تدري ما تصنع، وأتت السوق فباعت غدائرها، باعت ضفائرها وجاءته بالطعام. فلما دخلت وجلست إليه نظر إليها وقال أين ضفائرك، أين الغدائر؟ فسكتت. قال قطعت غدائرك، والله لئن عافاني الله عز وجل لأجلدن في 100 جلدة. وهو لا يعرف السبب. وجلست إليه ميلا قالت يا نبي الله إني إنما قطعت ضفائري أو غدائري ولأكون في السوق من أجل أن آتيك بالطعام. وفي تلك الساعة قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. كان يجب عافية التي ذهب زمن وصارت أشبه بالحلم، ولكن لم يصل البلاء إلا أن تصنع امرأة بنفسها ما صنعت. ربي إني مسني الضر. تعلمك الصبر إنما هو نفحة من الله، لأن ربك يسلم. ولو أنك سألت نفسك أيها العاقل وتقول هذه الدنيا بطولها وعمرها ودهورها وسنواتها وقرونها كم أطيع الله عز وجل فيها؟ شيئا قليلا، شيء لا يتملك. وكم كفر الناس به كثير كثير كثير. ثم ماذا؟ ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ولهذا دائما أذكر آبائي وإخواني وأمهاتي وأخواتي أن المسلم عليه دائما أن يكون على استعداد للموت. والاستعداد لا يكون بذكر الموت فقط، إنما بالاستعداد إذا كنت بين يديك عمل صالح. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني شجيرة نخل، فليغرسها يلقى الله عز وجل وفي ديوان أعماله أنه غرس نخلة ولو عند قيام الساعة. أجل. وهكذا العبد وقد خوطم
مما شاع من المنكر ومما شاع من الإثم بين المسلمين. المسلم يحب الخير ويسارع فيه ويعرض عن المدح ويعرض عن الشكر ويعرض عن الثناء. أجل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمران بن حصين فقال يا رسول الله إن لي بواسير، فقال رسول الله صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ذكر بعض الرواة أنه لبث على فراشه لا يقوم من فراشه 20 عاما. 20 عاما. قال وكانت الملائكة تدخل عليه وتسلم فيسمع سلامها ويرد عليها. أمر الله عز وجل في الخلق عجيب. لما يعطى الكافر على كفره بآجل؟ ولماذا يحرم المؤمن مع إيمانه بآجل؟ فإذا عاين الناس القيامة ازداروا ما كانوا فيه من الدنيا، سواء كان ذلك نعيما أو بلاء. نسأل الله عز وجل أن يرضينا بما أعطانا وأن يملأ قلوبنا بالحمد والشكر له، ونسأله تبارك وتعالى ألا يجعلنا ممن أعطاهم ليستدرجهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعل الإيمان نور قلوبنا، وأن يجعل التقوى تاج رؤوسنا إذا وقفنا بين يديه يوم القيامة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرة النبي المسكين الذي عاش فقيرا ومات فقيرا ويبعث يوم القيامة إماما للفقراء بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. كما أسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا من التقوى ومن العمل الصالح ما يحفظنا به من عذاب يوم أليم. كما نسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم أحيي قلوبنا بذكرك، اللهم املأ قلوبنا بمحبتك، اللهم سخر أعمارنا في طاعتك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين والنفاق والمنافقين. اللهم أعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإسلام ما أحييتنا وأن تختم لنا به يا أرحم الراحمين. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اختم بالبقية الصالحات أعمالنا واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا أرحم الراحمين. عباد الله، هناك امرأة مؤمنة ماتت ابنتها منذ مدة وهي لا تطيق الصبر. نعم، هي لا تصبر على موت ابنتها، ولم يصبرها إلا الذي هو أصبر على أن سمعه قط. فنسأل الله العظيم أن يصبرها وأن ينزل عليها رحمة منه تخفف عنها ما هي فيه من الجهل والبلاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.